نعرف تفاصيل ما أكتر عن الخبر من خلال لقائنا التليفوني مع الدكتور أحمد عامر مفتش الآثار بوزارة الآثار وأيضا الخبير الأثري. صباح الخير يا دكتور أحمد. يعني صباح الخير على حضرتك يا استاذ شيرين وعلى كل الساده المشاهدين. يوم سعيد علينا وعلى مصر يا رب وعلى حضرتك. النهارده خبر جميل جدا ان طبعا رئيس الوزراء مهتم جدا بإعادة إحياء القاهرة الخديوية. كلمني عن أهمية إعادة إحيائها ثم بعد ذلك أهمية إصدارها. يعني خلينا مبدئيا نتحدث ان منطقه تطوير القاهره الخديويه بدات منذ 3 اعوام تقريبا، على 5 مراحل. بدات بميدان التحرير والمتحف المصري وشارع طلعت حرب ومنطقه وسط المدينه بالكامل، الى ان تم الوصول الى مسرح الازبكيه وما حوله ومنطقه الاوبرا وتمثال ابراهيم باشا. يتم التطوير فيها حاليا والعمل بها لكي يتم طرحها في المستقبل انها تكون ضمن الانشطه الترويجيه للسياحه الثقافيه في الدوله المصريه، خاصة أن الدولة المصرية هذا العام تم اختيار 3 أماكن ليكونوا وجه للدولة في الموسم السياحي الشتوي، جاءت على رأسها القاهرة بالتحديد ثم الأقصر ثم أسوان. يأتي ذلك ضمن تطوير الخدمة في يعني الخطة في تعزيز السياحة الثقافية في الدولة المصرية، ويأتي أيضا بالتزامن مع تطوير القاهرة التاريخية. وبالفعل تم تطوير وطلاء ودهانات بالوان موحده لما يقرب من 500 عقار في وسط المدينه، وايضا ازاله البروز التي كانت ظاهره في هذه العقارات، مع طبعا عمل الترميمات والصيانات اللازمه بما يتماشى مع الطبيعه اللي هي بنيت عليها هذا المكان وهذه العمارات وهذه الاماكن. وفي نفس الوقت يعني من المتبع ان في اماكن كثيره جدا على مستوى العالم لما يعني بتسلم بعض الاماكن للترويج والسياحه، ومن خلال طبعا تسويق وترويج سياحه على اعلى مستوى، ولكن تبقى الاداره اذا كانت تابعه لمجلس الاعلى للاثار او وزاره السياحه والاثار تقوم باشراف وزاره السياحه والاثار. اما اذا كانت منطقه تبع التراث الحضاري الثقافي فمن الوارد جدا ان هو يكون تسليمها لشركه يعني وفقا طبعا للبروتوكول اللي بيتم توقيعه. في نفس الوقت بيحصل ان هو وفقا للعقود بيبقى فيه نسبه وتناسب في الارباح، ودي طبعا حاجه بتعزز وبترفع طبعا مكان السياحه بشكل كبير جدا، لان انت النهارده بتبحث في استراتيجيه الدوله على وصول الدوله ل 30 مليون سائح في 2030، وايضا ستصل هذا العام الماضي الى 15 مليار دولار، وده كان طبعا اكبر رقم تم يعني تسير عليه الدوله المصريه من السياحه. فالنهارده انت بتنوع في المنتج السياحي المصري ما بين سياحه دينيه وسياحه ثقافيه وسياحه ترفيهيه وشاطئيه وسياحه ايضا علاجيه، عشان طبعا تبتدي توصل للمستوى المطلوب وفي نفس الوقت تنافس الدول العالميه اللي هي طبعا بيبقى لها القدره لجذب المزيد من السائحين. على اعتبار ان انا كمان بطالب من السيد دوله رئيس مجلس الوزراء بان هو يستثني هذه المناطق كمان من مواعيد الغلق المبكر شويه، لان طبعا دي منطقه سياحيه وتراثيه وناس كتير طبعا بتحب طبعا تبقى مستمتعه، وفي نفس الوقت ناس بتبقى عايزه تنزل تلاقي يعني في ونس في قلب الشارع. فان طبعا رئيس دوله مجلس الوزراء يعني هذا المكان تحديدا استثناء، فده طبعا هيعود بزياده عدد السائحين، لان طبعا فصل الصيف فصل الشتاء، على اعتبار ان فصل الشتاء اصلا بيبقى يعني اليوم بتاعه قصير، ولكن الناس بتبقى ممتده طبعا للاستمتاع بالجو الدوله المصريه لما تميز بها من جو وطبعا طبيعه خاصه جدا. ونفس الكلام فصل الصيف طبعا بيبقى الموضوع فيه حراره، فالنهار مثلا بيخلص متاخر شويه، فده طبعا وفقا لطبيعه الدوله. وفي نفس الوقت بنرى طبعا المحلات وان دي كمان منطقه تجاريه ومنطقه تراثيه وبها الكثير من الاماكن المتنوعه. نعم. فعلا دكتور احمد النهارده يعني وضح لنا نقطه مهمه جدا ان لازم يعني هو بيرجو يكون في قرار لمد ساعات العمل بالنسبه لهذه المنطقه علشان السواح يقدروا يستمتعوا بجمال القاهره الخديويه. بشكر الدكتور احمد عامر مفتش الاثار بوزاره السياحه والاثار وايضا الخبير الاثري. في الحقيقه مصر بتمتلك يعني مقومات سياحيه، كل المقومات السياحيه موجوده عند مصر، وهذه المنطقه وسط البلد لما نيجي نتكلم عن شارع المعز ولا نتكلم عن طبعا مزارات آل البيت، عايزين نقول انها منطقه زاخره بالاثار وبالجو الشعبي الجميل اللي بينقلك لعصر تاني خالص. انت مجرد ما بتدخل مثلا شارع المعز انت انتقلت لعصر 1805 لما قبل ذلك، بتحس انك عايش في عالم مختلف. فاحنا النهارده الدوله المصريه كمان اسنادها لكيان للاداره بيفتح فرص عمل لشباب من المصريين كتير، بيوفر العديد من فرص عمل انهم يشتغلوا في هذه الاماكن. واحنا بقى يتبقى علينا سلوك هام جدا ان احنا لما نلاقي عدد من السائحين لابد ان احنا يكون عندنا يعني
حب لبلدنا ونعاملهم بطريقة تخليهم يحبوا البلد دي ويرجعوا تاني. مش نعاملهم بان احنا ده سائح نقعد كأنه كائن بنتفرج عليه. لا، هو احنا بنعملهم بان احنا دي ثروة، واحنا ثروتنا بنحافظ عليها، ويرجعوا تاني دول ضيوفنا، ويحبوا كمان بدل ما يشوفوا كمان المناظر والمزارات السياحية، يرجعوا يقولوا الله، لا احنا لازم نرجع عشان الشعب المصري ده ألطف شعب قابلناه في العالم. زي ما احنا في الحقيقة شعب بيحب النكتة، شعب بيعمل من المشكلة بتاعته بيعملها نكتة ظريفة، وبيضحك في كل الظروف، بيضحك حتى هو عيان بيضحك. عايزين الكل يعرف دي طبيعتنا، فيجولنا علشاننا احنا، مش بس علشان المزارات اللي موجودة عندنا. ودلوقتي كمان اكيد كل ست بيت بتتفرج علينا عايزة تعرف النهاردة اسعار الخضر والفاكهة واسعار السلع في ايه. وبعديها هيكون لقائنا مع الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد، وهيكلمنا عن أهمية وجود الاستقرار الأمني في الاستثمار وجذب الاستثمارات، اللي احنا دلوقتي برغم بأن المنطقة بتشتعل بالصراعات، بس الحمد لله احنا عندنا استقرار أمني، هو ده اللي بيخلينا أأمن مكان للمستثمر. ده بعد